والأكثر تفاصيل معنا في البلاتو السيد إبراهيم القصاص. إبراهيم مرحبا بك. مرحبا أهلا. سي إبراهيم، حكينا على عملية الاعتداء عليك كيفاش تمت اليوم وكيفاش بدات، وهل أنه دخولك وسط عدد من الحراس هو اللي أثار المعتدين عليك كما دولته بعض الأطراف اليوم؟ أول حاجة قبل ما نجاوبك على السؤال، حكومة ما تقدرش تحمي مواطنيها وتحمي نواب الشعب، عليها أن تستقيل فورا وتحترم نفسها. ما حشناش أقوى حكومة في التاريخ، لا حاجتنا بخضارة وتكسيستية يحكمونا. إذا هذه كفاءتهم وإذا هذه قوتهم وكبرهم في حكم تونس ما يعرفوا حد شيء. اثنين، السيد وزير الداخلية مشيت له وكان خجلان من اللي حصل وكذب على المباشر، قال اثنين اللي ورطوه تو فيه تقريبا 60 ولا 70 شخص. وزير داخلية المفروض يحمي يعلي الدراب والنشيد الوطني والشعب التونسي، يوقف على مسافة واحدة متواصل، كل يشوفهم علو واحد، لون واحد، طيف واحد. لكن للأسف طلعنا هذاوي أكثر من آية الله رضي الله عنه. بالنسبة لسؤالك، نداء تونس، حزب نداء تونس واخذ تأشيرة من وزارة الداخلية، واخذ تأشيرة قانونية للعمل السياسي. بعد الثورة قلنا ثم حرية عمل سياسي وحرية تعبير وحرية رأي. باهي، نظمنا اجتماع في قليبية بالاشتراك مع المكتب متاعنا غادي. مشينا ثلاثة من المكتب التنفيذي اللي هو هني وسي نور الدين بنتيشة وسي أنيس غديرة، وهزين 5 معنا الحماية متاعنا. ما راعنا إلا نلقوا أظن أشخاص طلعوا أكثر من 60، يعني يسحبهم 60 لأن ما عدهمش من كثرتهم، واقفين منهم جي 10 ولا 15 في الباب الرئيسي، لأن الباب كان فيه حوش كسياج البرة، رافعين شعارات وكلام نابي والله ما نقدر نقولها لأن الناس تتفرج وتسمع، كلام يندى له الجبين. قلت للأولاد خلوهم، حرية التعبير مكفولة، ما دام ما ثمش مس مادي جسدي يعبر كما يحب. يقول لي دقاج يسبني رغم نسبوا لي باباي وامي وكذا، والاخلاق العربيه الاسلاميه ما تنزلش للمستوى المنحط هذا، لكن مع ذلك قلنا ما يسالش. دخلنا لداخل تندخلوا الاجتماع، هجموا علي كالدبابير، لكن نقول لهم انا اعرفكم يا وباش يا جرذان يا كلاب، دخل صيد دخل اسد امامكم وعرفكم تفجعتوا وكثر بولكم وكثر تبولكم وكثر نباحكم، لكن الصيد صيد والكلب كلب. تفهم فيها؟ لان اعضانا الاوباش اعضانا المرتزقه عتاد وخماج الشعب التجمعيه، مرتزقه لدى النهضه. واذا تحدى وزير الداخليه يخرج لنا الملفات تو اللي عنده، يطلعوا نص اوباش اللي كانوا يعذبوا الشعب التونسي يخدموا معهم، وهذا تحدي. هذا تحدي. خرج لنا يا سي علي يا سي العريض يا السيد وزير الداخليه النهضويه وليست التونسيه، خرج لنا ملفاتها. اغتصبتوا بناتنا، شنعتوا وقتلتوا اولادنا، صدقتوا هذيك راهي مش في التوانسه كآية يقتلون ابنائهم ويستحيون نسائهم، مش على نحن يا بابا، هذيك على ناس اخرى. اقروا القران صحيح، وتونس مش ملككم، ملك 12 مليون تونسي. وقت اللي عملنا الثوره والله ما كنتم موجودين، قسم في الحبس وقسم البرة. سي إبراهيم، خلينا نرجع للاعتداء اللي صار اليوم. زيد احكينا شويه كيف تم الاعتداء، شنو اللي صار، كيفاش خرجت من الاعتداء. ليش خلوني نتكلم. ها يا بنتي، ها ما قدش تو هاول الميكرو. واحد ضربني بسلسله من هنا، ضربني واحد من هنا ببوني، واحد ضربني على راسي، واحد قطع لي سروالي، واحد جبد لي في جيبي اللصوص ما يصير راقي. قال لك الله اكبر وبطيخ، والله الله هو الاسلام بريء من هؤلاء الاوباش. ضربوني، هاي ركبتي مزلعه، شركوا لي صريتي، شركوا لي سروالي. شفت الكلاب المكلوبه هجموا علي تهنتيش. هذه ديمقراطيه وحريه تعبير، هذه تونس اللي نبناها من جديد. الغايه نتاعهم شنو هي كانت؟ إبراهيم منعت من القيام بالاجتماع، اقصاء نداء تونس واقصاء كل السياسيين الديمقراطيين، لان هذول الناس لا يؤمنون لا بالديمقراطيه ولا بحريه ولا بكرامه ولا عايشين في القرن ال21 اصلا. ناس ما زالت تشرب في بول البهايم، مش تنتظري منها ولا البل ولا لا تنتظري منها يعني. سي إبراهيم، في الشكوى اللي رفعتها اليوم ضد المعتدين عليك، شكون الاطراف ولا الاحزاب اللي قمت باتهامها؟ وزير الداخليه غدوه بالصوره والصوت مصورين، ما ثمش لجنه داخل مجلس التاسيسي وتتعاوم وتتخبى ورا الادراج. اني النادي بلجنه من المحامين والقضاة المستقلين، فهموا، ويعملوا تحقيق في الشيء اللي صار هذا، لان غدوه ونطالب السياسيين الكل باش يحب تسول العمل السياسي حتى نخرج من المربع العنف السياسي هذا. احنا ما زلنا في تجاذبات بسيطه ونقاشات، اما غدوه حمله انتخابيه تشد السيد شطاير ولا كلاشنكوف. احنا ناس حضاريين نفكروا بعقولنا. احنا شلاكه في تونس لبسوها في رجلنا، ما نلبسوها نحطوهاش على راسنا. وشجر الزيتون وشجر اللوز الميت احنا نطيبوا به التاي،
ما نقعدوش تحت لان ما فيش ظل. واذا حبيتي حتى حوت الشور ما عادش ناكلوه، انا من عمر الاسواق طلع السام قال ولا شنو. شنو تعليقك على تواصل اعمال العنف سي ابراهيم اللي تهدد اجتماعات الحركه في كل مره؟ شنو يتعلق على الشيء هذا؟ هم هذول الناس فارغين ما عندهم ما يقدموا للشعب التونسي. باهي لان تونس انا عرفتها مشت في حيط من يامات من ساعه الامام الاعظم رضي الله عنه مش يقبل في آية الله العظمى على جبينه في خارج تونس، من ساعتها عرفتها تونس دخلت في حيط. فهمتي؟ تونس حضاريه ديمقراطيه وخلفياتنا اسلاميه واكبر ناس محافظين ومسلمين وحافظوا على ديننا ورسولنا هو احنا اولاد تونس ومنهم نداء تونس. احنا ما نبنوش بالعنف، المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، اظن ينتهكوا الاعراض ويستحلوا الدم تفيه ويستحلوا الاموال غنيمه بالنسبه لهم، احنا اموالنا ونسانا وذرينا. سي ابراهيم شكون هم هذوما؟ شكون الاطراف؟ ولا لو باش اللي جو اظن لو باش ولعلمك كان يسير فيهم رئيس مكتب حركه النهضه في منزل تميم وفي قليبيه. ولاد الجهه غادي قال لي هذاك. هذا يعني انك تتهم النهضه؟ اي نعم مباشره. منه ارهاب دوله، الدوله قاعده تمارس، مش الدوله الحكومه قاعده تمارس في ارهاب حكومي على الشعب واضح جدا. لا يحب لها فلسفه ولا افلاطون حتى يفسرها لنا. رانا الناس عندنا عقول، راني والجنوب وسارح بالغنم والبل ونفهم النقره بين السطور. هذول الناس لا جايين ديمقراطيه ولا جايين حريه ولا حريه تعبير ولا حقوق مرأة ولا بطيخ. هذول الناس جايين من عقاب التاريخ، ناس جايين يفكروا في 14 قرن التالي، ما عندهم ما يقدموا لتونس. تونس تو اوردوناتير وبورطابل ودنيا، هم البورطابل ما يعرفوش يتعاملوا معاه. تصنع اوردوناتير تصنع كهرباء. سي ابراهيم شنو هو الحل؟ الحل اظن كل القوات الديمقراطيه توقف في وجههم، واحنا ماناش في اقصائيين، احنا لا ندعو لا للعنف لا للدم لا للاستهتار بحياه الاخر او بعرض الاخر، احنا ندعو كل القوات الديمقراطيه في تونس ان تقف في وجه هؤلاء المتمردون على الديمقراطيه، هؤلاء المتمردين على الديمقراطيه. احنا ممكن راهو كل واحد شيطانه في جيبه، لكن احنا تونس غاليه، فهمت؟ انا لو كان نحب نبدلها قبليه وعرشيه بالحلال لما نمنحهم يمشوا في الطريق بقبيلتي بركه، لكن هذه مش من نوع ذاك معاذ الله. فهمتي؟ انا عندي رجال شد البار 12 الحديد قرشك البسكوي بالك، وعضايل السخص المتبورب، ومن هنا مش تحدي، هذا تحدي شخصي مش كعضو مجلس تاسيسي. اللي جاي تبورب علي ويضرب فيا احدى الناس قول له اذا كان كراجل انت لاقوا في غدوه في روما ولا في ميلانو راس الراس، تو تشوف شكون يروح بكبده الاخر. اما محمي من اسيادك اعطينك 30 دينار وكسكروت، جيت تتعدى على رجال صناديد، اما نبقى اني صيد ودك كلب. واضح. شكرا لك سي ابراهيم القصاص عن المكتب التنفيذي لحركه نداء تونس وعضو مجلس التأسيس.